دايما بنعمل روبوت ونحط فيه هب وووتر ونعمله بروجرامينج وعلى حسب بقى البروجرامينج بنطلب منه ايه فبينفذه. في الحلقة دي هنشوف أحلام كبيرة وتجارب ملهمة قد تكون سبب في إلهامكم وتخليكم تدخلوا مجال التكنولوجيا. نرحب بضيفتنا الجميلة لسان. عرفيني بنفسك بقى لسان. اسمي لسان. سنة تالتة ابتدائي، أنا عندي 10 سنين. احكي لي كده، انت بقالك كام سنة بتتعلمي تكنولوجي؟ 5 سنين. الرحلة بقى دي في ال5 سنين دول، اولا انت كنت بتيجي بقى وانت متضايقة ورايحة تتعلمي تكنولوجي ومش عايزة اتعلم وكده، ولا بتبقي مبسوطة؟ مبسوطة. بجد؟ ايه اللي يخليكي مبسوطة وانت بتدرسي تكنولوجي؟ بيبقى فيه فن وبرضه اتعامل مع ناس جديدة واتعلم حاجات جديدة. طبعا دلوقتي وانا بدرس انا مش بدرس، بحس ان انا بلعب وبتعلم في نفس الوقت. حلو قوي. ايه بقى اللي فرق معاكي في حياتك وانت عندك 10 سنين دلوقتي وفي جريد 3؟ انت شايفة ان انت استفدتي حاجات ومميزة في الدراسة بتاعتك نتيجة الحاجات اللي انت درستيها في التكنولوجي؟ في زي الديسكفر. السنة دي بنتكلم على الحاجات اللي تحت الأرض والآثار. في السنة دي في الديسكفر بنتكلم على الآثار والجسم والإنرجي. يساعدني في الامتحانات وكده، وبرضه ساعدني عشان أساسا دلوقتي في الآثار وكده، فده برضه بيساعدني. حلو قوي. يعني دي في الساينس اللي هو انت ديسكفر ده اللي هو الساينس اللي بتاع الكبار. بتاع الكبار ساينس، والديسكفر اللي هو الصغيرين اللي في المدارس اسمه كده. فانت اتعلمتي مصطلحات جديده وتعلمتي كمان حاجات هنا بتلاقيها موجوده في الساينس. تعرفي تعملي روبوت وتخليه يتحرك وينفذ ميشن وكده في المسابقات اللي انت دخلتيها؟ دايما بنعمل روبوت ونحط فيه هب وووتر ونعمله بروجرامينج وعلى حسب بقى البروجرامينج بنطلب منه ايه فبينفذه. السنة اللي فاتت كانت اللي هو يمشي على البلاك لاين. عشان لو كنا عملنا اي بروجرامينج ما كانش هينفذ اللي احنا عملناه، حتى لو الروبوت كان مظبوط او ليه الحاجه مظبوطه. بظبطنا الروبوت والبروجرامينج ماشي على البلاك لاين صح. انت شاركتي في كام مسابقه بقى دلوقتي؟ كتير. كتير. شاركتي في ايه؟ روبو فيست او FLL والFLL وبس. حلوين جمال دول. حلو. عملتي بقى مشاريع هناك؟ عملتي مشروع سواء في روبو فيست او في الFLL في المسابقات دي بروجكت وعرضوها قدام لجنه التحكيم؟ اول سنه خالص بدأنا عملنا الماكدونالدز. فاللي هو عملنا ماكدونالدز كان جنبيه سولار بانر. وتاني بروجكت كنا عاملين اللي هو اكتر بروجكت حبيته اللي هو كان بتاعي بره. كنا عاملين اللي هو مكان صيني وجواه كان في اللي هي العرايس بتتحرك. كنا عاملين اللي هي البلكونه اللي هما بيدفعوا فيها فلوس كتير عشان يقفوا فيها عشان الموضوع يبقى اوضح. وكنا عاملين كراسي برضو وحاطين فيها ناس وبتبتدي تتحرك ببروجرامنج انتوا عاملينه؟ كنا عاملينهم كلهم مش بيتحركوا. بعدها باندا كنا عاملين بندتين، واحده كانت واقفه على جنب والتانية كنا عاملين لها بروجرامينج بحيث ان احنا هتتحرك بقى العروسه بتتحرك، لكن ما في حد بيحركها بخيط. حلو. انت عارفه ميزه ان احنا نصمم روبوت ونعمل له بروجرامينج ايه؟ مش اللي هو ان هو في الاخر بنروح نقدمه بس للجنه التحكيم، ان احنا كمان انت بتتعلمي ميكانيكا، وان انت بتبني الروبوت ده والروبوت بيتحرك ازاي وبتنقلي الحركه وبتخلي العروسه تلف والكلام ده. كل ده ميكانيكا. انت ما تدرسي بقى ما تكبري كمان هتلاقي نفسك بتعرفي حاجات كتير قدام. وكمان البروجرامينج ممكن دلوقتي تشات جي بي تي ممكن يعمل لنا بروجرامينج، لكن ان انت لما بتكتبي بروجرام انت مخك بيبتدي يترتب وبتبتدي تفكري بطريقه منطقيه. طيب تحبي تربي عندك روبوت في البيت؟ تسميه ايه لو ربيتي روبوت عندك؟ رومي. اشمعنى رومي؟ عشان ده اسم اكتر فيلم كرتون انا بحبه. اكتر كاركتر اللي هي كانت الرئيسيه فيه اللي انا كنت بحبها كانت ده اسمها. طب الروبوت بقى اللي انت مربيه في البيت ده تحبي يعمل لك ايه؟ ممكن يلعب معايا. حلو. ممكن لو في حاجه مثلا انا كنت اخداها هنا ونسيتها ممكن اقولها له وهو ممكن يفسرها لي تاني. طب تعالي نفكر كده بقى، لو الروبوت ده حب ياكل ممكن تاكلي ايه؟
اشحنه طيب ياكل كهرباء ولا اعمل ايه؟ اكلوا كهرباء. طيب لو الروبوت ده نام وبيحلم بالليل، ممكن تتخيلي انه يكون بيحلم بايه؟ وعلى حسب بقى الحلم طيب ولا الشرير ولا النسوة. اما بتجهزوا بقى شغلكم وانتوا رايحين يوم المسابقة، تدخلوا عند لجنة التحكيم، مم. بتبقوا خايفين ومرعوبين ولا بتبقوا مبسوطين ولما بنبقى بيسألوكوا بتجاوبي ازاي بقى؟ بنبقى مبسوطين، التيم كله بيبقى مبسوط، مم. بس في نفس الوقت بنبقى خايفين ان هم يسألونا على حاجة واحنا ما نعرفش نجاوب. هما مش وحصلت بياكلونا ولا يعني. انتوا على طول بتعرفوا تجاوبوا على كل حاجة؟ هو احنا مش دايما يعني، ممكن حاجة مثلا بنتلخبط فيها، مم. ممكن حاجة نعرف نقولها كده. انت التيم بتاعك بتبقي عارفاه من قبل كده ولا بتتقابلوا اول مرة وانتوا داخلين المسابقة؟ ممكن يكون انا عارفة حد ومثلا دخلنا مع بعض تاني بالصدفة، او ممكن يكون انا معرفش حد من التيم ولسه ما هتعرف. حلو أوي. طيب انت شايفة ان التكنولوجي ممكن تتطور لغاية فين؟ يعني ممكن فعلا تلاقي مثلا المدرس اللي داخلك في الفصل يكون روبوت بعد كده مثلا او حاجة ولا لا؟ لا ما اظنش، دي جديدة. مش هتحصل؟ ما أظنش. طيب انت حابة تطلعي ايه؟ هي شكلها دكتورة. دكتورة؟ دكتورة ايه؟ ما اعرفش بصراحة. انا عايزة اكون دكتورة بس لسه ما خدتش. ان شاء الله تبقي دكتورة كبيرة كده والناس كلها تخف على ايديك. ميرسي ليكي ونورتيني. فكرة. شكرا لك.